فكده احنا اسره، يعني مش موضوع تطبيق. انا عادل محمد مصطفى. ال 120 نقله تموا على خير، مفيش اي مشاكل خالص مع العملاء. افضل تطبيق في مصر. المصداقيه دي اهم شيء. ناس متخصصه على اعلى مستوى، متدربه، ناس فاهمه بتعمل ايه. نفس ما بنستلم الحاجه مثلا في الشقه، نفس ما بنسلمها للعميل، نفس ما شقته مفروشه بيستلمها هناك مفروشه. ده برضو التطبيق بيباشر عليها وبيسلمها له على اعلى مستوى. عندنا ال6 متر، 4 متر، وفي ال5 متر. ده بالنسبه للعربيات اللي الصندوق المغلق اللي هي متبطنه بخشب من الداخل، وارضيه العربيه بتبقى مفروشه سجاد عشان الحاجه ما تتجرحش وما تتبهدلش وكده. ان احنا اسره ومصدر رزق بيتقسم علينا كلنا، فكلنا خايفين. فكده احنا اسره، يعني مش موضوع تطبيق. لا، اغرب نقله دي فعلا حصلت معايا. بننقل فيلا كانت من التجمع لحدائق الاهرام، فرحنا لقينا السقف واطي، كل العفش ما اتنصبش. بجد قص لي الخشب كله بتاع الغرف. قلنا احنا حاجه زي ديت مش هنقدر نعملها. فهو كان العميل مصر ان يبوظ العفش بتاعه باكمله. كل الغرف دي اغرب نقله شفتها في حياتي. لو أسطورة على الطريق يبقى حمل التطبيق. نقلة، التطبيق رقم 1 للنقل في مصر. خليك مع الأساطير، خليك مع نقلة.